كيف كان حركة الأكشن كذا صح؟ 3 2 1. شوفوا يا أخواني القلوب، مرة تونس هذه القلوب كلها لكم. هذا اتمسح ليش؟ لأني أنا لمسته بالغلط وناس يعني رسمة قلب فاتمسح، بس القلوب كيف؟ عيوني كلها قلوب لكم. يا مساء الخير يا أخواني، السلام عليكم. السلام عليكم. How are you? في ذبانة شايفين؟ أوكي، الزبدة الجزء الثاني من الجزء الثاني من قصة سرقتي بالمدرسة. طبعا اللي ما شاف الجزء الأول يروح يشوف. يا جماعة ترى المعلومية ما عجبني أبدا تفاعلكم بالجزء الأول، مرة ما عجبني. فاشتركوا بالقناة وحطوا لايك وروحوا تابعوا الجزء الأول، لأنه اللي ما تابع الجزء الأول ما حيفهم ولا شيء من الجزء الثاني. فيلا نخش على القصة على طول. اليوم ما في شاي. خلاص يا جماعة، يعني الشيء لا زاد عن حده انقلب. بعد ما جتنا واحدة من الإدارة ونادتنا بالأسماء، يا أخوان في دبانة قاعدة تطير ولا هي ناموسة ولا إيش ما أدري. الزبدة إذا جت وطارت اعتبروها متابعة وتبى تسمع القصة، مالي خلق أبدا إني أقوم أطاردها. بعد ما جتنا واحدة من الإدارة ونادتنا بالأسماء، طبعا إحنا قلنا إنه إحنا هذه الأسماء، قالت يلا امشوا معايا، وفعلا رحنا ومشينا معاها ونزلنا معاها. كنا نمشي جسد بلا روح زي ما قلت لكم من الخوف، كنا مرة خايفانين. فنزلنا معاها ودخلنا غرفة الإدارة. غرفة الإدارة كانت غرفتين، غرفة احنا متعودين عليها زيها زي غرفة المعلمات، إذا عندنا مشكلة سؤال نروح عندها أو ننزل هناك. وغرفة ثانية كانت غرفة سرية، يعني حرفيا كان حلم أي أحد يدرس في ذيك المدرسة يشوف هذه الغرفة، لدرجة أن المعلمات لما كانوا يخشوا الغرفة هذه يفتحوها بشكل سري عشان ما حد ينتبه ويشوفها. فالزبدة احنا قعدونا تقريبا حوالي 5 دقايق في الغرفة اللي احنا متعودين عليها. بعدين قالوا يلا امشوا، عبال ما جابوا مفتاح الغرفة الثانية. احنا اول ما عرفنا انه بنخش الغرفة الثانية عرفنا ان الموضوع مرة جدي، لانه الغرفة الاولى اللي دخلناها اللي احنا متعودين عليها اذا صارت مشاكل كده بسيطة كده تحقيق بسيط حاجة سؤال وجواب وتطلعي فصلك خلاص، يعني الحلول سهلة في ذيك الغرفة. اما الغرفة الثانية اللي يسوي مصيبة او كارثة الارض يدخلوه ديك الغرفة، او اذا احد بينفصل وكده. فاحنا خفنا وحسينا بجدية الموضوع. فصاحباتي كانوا منهارين، يعني كانوا خايفين مرة. كل شوي يسألوني صباح ايش حيصير، صباح وش بدري ايش وش قاعد يسوي فينا وكذا. انا قلت يا بنات شرفني، يعني انا معاكم يعني فما اعرف. فانا الشيء الوحيد اللي وقتها كنت افكر فيه والله العظيم انه اخيرا بشوف الغرفة. وصاحباتي كانوا منهارين وخايفين، انا بس كان الشيء الوحيد اللي افكر فيه اخيرا هكتشف الغرفة هذه. دخلنا الغرفة قالوا لنا اقعدوا هنا، استنوا لعبال ما المديرة تجي. اول ما قالوا لنا كذا احنا خلاص الرعب دخل جسمنا. ليه يا جماعة؟ لانه المديرة كانت شخصيتها ما شاء الله قوية وعصبية وتخوف. اوكي، فاحنا قعدنا الغرفة هذيك وقاعدين انا هنا، وصاحبتي القريبة مني اللي امها تشتغل في المدرسة قاعدة جنبي، وصاحبتي الثالثة قاعدة. طبعا عشان ما اقول صاحبتي الاولى وصاحبتي الثالثة خلينا نسميهم اسماء. صاحبتي القريبة مني اللي امها تشتغل في المدرسة راح اسميها روان. صاحبتنا الثالثة سارة. صاحبتي القريبة مني اللي اسمها روان كانت خايفة على أمها أكثر من نفسها، لأنه خافت إنه الموضوع هذا يكبر وينفضح، وأمها تنفضح، وأمها تخسر شغلها وتخسر علاقتها الحلوة بينها وبين الإدارة وبين المعلمات. فكانت خايفة على أمها أكثر. أنا كنت خايفة عليها وعلى خالتي اللي هي أمها. صاحبتنا الثالثة كانت خايفة على نفسها. أوكي، كانت خايفة علينا بس إنه كانت خايفة على نفسها أكثر. أوكي، فإيش صار؟ قعدنا هناك حوالي نص ساعة ربع ساعة وكذا، كلنا طبعا منزلين راسنا زي كذا. أنا منزلة راسي، طبعا الباب ما كان مسدود مرة، كان شوية مفتوح فيه فتحة. فوأنا أسوي كذا ألاحظ في شخص من بعيد يسوي كذا بيده كذا كذا كذا. أنا طالعت كذا وشفت خالتي اللي هي أم روان. فقلت لها ايش في زي كذا. قالت لي ايش في ليه قاعد تبكي روان وزي كذا. انا اقول لها لا ما في شيء. هي من بعيد تأشر لها امي ما في شيء، وهي منهارة بكي كيف ما في شيء. فهي خايفة امها انه تجي الفصل ويقولوا لها انت كمان بالموضوع تعالي خشي وكذا. فقاعد تقول لأمها لا تدخلي، لا تجي. فعلى طول وهي سبحان الله الام جاية على طول جت المديرة
وجابت معاها كذا كتاب كبير وقفلت الباب. الشيء اللي كان مريحني يا جماعة إنه أنا كنت متأكدة زي ما متأكدة حاليا من إني أنا جالسة هنا قاعدة أتكلم، إنه في المدرسة هذيك ما كان في كاميرات ما كانت فيه أبدا. فأنا كنت متأكدة إنه حتى لو عرفوا الموضوع ما عرفوا الموضوع بأكمله، يعني يمكن جاء أحد ونقل لهم وكبوا العشاء، بس إنه ما يعرفوا التفاصيل، ما يعرفوا مثلا إحنا إيش سرقنا وإيش أخذنا، بس يعرفوا إنه دخلنا الفصل أو سرقنا كم حاجة كده بسيطة. فأنا كنت متأكدة كل شوية ألطف الجو، أحاول أخفف عن صاحباتي، أقول لهم يا بنات لا تبكوا، أنا ما قاعدة أبكي، فأقول لهم لا تبكوا يا بنات، ما في كاميرات يا بنات، صدقوني أنا أعرف المدرسة هذه ما في كاميرات. أنا وصاحبتي روان متعودين على المدرسة من زمان، يعني إحنا نعرف المدرسة مرة زمان وإحنا حتى ما ندرس فيها. أما صاحبتنا الثالثة اللي هي سارة ما تعرف المدرسة، جديدة عليها، كان لها أول سنة تدرس. فنقول لها يا حبيبي اسمعي، نفهمها أنا وصاحبتي إنه المدرسة هذه ما فيها كاميرات، قد صار حدث وأحد طلب الكاميرات أو التسجيل حق الكاميرا، قالوا لها ما في كاميرات، فأطمني ما في كاميرات. هي البنت من نهار ما قاعد تسمعنا، قاعد تقول حسبي الله عليكم كله منكم ما أعرف إيش وكذا. انتظرنا وجاكم دخلت المديرة ومعها كذا ملف كبير، خشت وقفلت الغرفة بالمفتاح على طول. خلاص سارة صاحبتنا ما عندها قلب، القلب صار خلاص، قاعدة تبكي ومنهارة، كل شوية تقول شوفوا جابت السي وجابت السجلات ومدري ايش. نقول لها هذا ملف يعني في أوراق وكذا، ما في شيء ثاني. قالت أوراق يعني فصل أكيد حتفصلنا وما أعرف ايش وكذا. وفعلا في الملف كان في أوراق، بس الأوراق إحنا ما تأكدنا منها إيش، بس على كلام المديرة إنه كان أوراق إنه أحد كتب لها إنه إحنا إيش سوينا وكذا. فالزبدة جتني عطسة. المهم جت المديرة وجلست في المكتب حقها، جلست كذا في الطاولة والكرسي، وجلست وقالت لنا أمس إيش صار، قولوا لي يا بالتفاصيل أمس إيش سويتوا. طبعا إحنا خايفين نقول لها إحنا إيش سوينا وهي ما يكون عندها معلومات كثيرة عن الموضوع، يعني خفنا إنه نقول لها كل شيء وهي ما تعرف أصلا إلا شيء بسيط، فهمتوا علي؟ فقلنا لها قبل ما سوينا شيء إيش صار، بس طلعنا فوق وكذا، بس قلنا لها كذا. قالت طلعتوا فوق، أنا شفتكم بالسجلات حق الكاميرا، فقولوا لي من الآن قبل لا أنا أشغل لكم السجلات أنتوا إيش سويتوا أمس. يعني قاعد تقول بالبلاطة اعترفوا على بذنبكم. صاحبتي سارة قاعد طالع فينا كذا وتقول وين اللي يقولوا ما في كاميرات، ها المدير قاعد تتكلم تقول في كاميرات. فأنا قلت لها أنا بقول لك يا أبلة. قالت يلا تكلمي. قلت لها إحنا أمس طلعنا الفصل حق تمهيدي، كان ما أدري إيش كان، دخلنا الفصل هذاك وقعدنا نلعب بالسلايم والصلصال اللي كانوا في الأدراج، وبعدها نزلنا. قالت بس هذا، قلت بس كذا. بعدين أنا قاعدة أقول لها، قاعدة أشرح لها بشكل بسيط، بس هي تبغى إنه نشرح لها بشكل إنه ننهار. فقالت لي خلاص اسكتي سارة اتكلمي، لأنه سارة ليش؟ لأنه منهارة سارة، فقاعد تستنى منها كلام أو تسحب منها كلام وتعرف كل شيء. أنا وصاحبتي روان قاعد كذا نعطي نظرات لسارة إنه لا تعطي تفاصيل كثير، يعني خلاص قولي زي ما أنا قلت، يعني فهمتوا؟ فقاعد تقول يا بلس، هي حرفيا ما قاعد تشرح عن الموضوع، قاعدة تشرح عن نفسها إنه هي ما لها ذنب وتبغى تطلع من ذا المكان. تقول لها يا أبلة الله يدخلك الجنة، الله يدخلك الجنة وما أعرف إيش، وكانت تبكي وتنهار وراحت تبوس في راس الأبلة وخلاص سيبيني وأنا ما سويت شيء وطلعين الفصل وما أدري إيش، كله منهم هم اللي طلعوني، أساسا أنا كنت رايحة وبيتي وما أدري إيش وانصرف. فقالت اتكلمي ايش سويتي، انا ما قاعد ما قاعد استنى منك ترجي واني انا اعفو عنك وتروحي فصلك، لا اتكلمي عن الموضوع. البنت قاعده تبكي وقاعده تنهار. فانا قلت لها يا أبلة انا قلت لك زي ما انا قلت لك هذا اللي صار. قالت راح اجي اشغل لكم سجلات الكاميرا. قامت الأبلة على اساس ايش؟ بتروح تجيب سجلات حق الكاميرا. انا هنا خفت شوي، يعني كنت مرة متأكدة تقريبا 99% انه ما في كاميرات، يعني انا كنت متأكدة مرة. فخلاص صاحبتي سارة انهارت وصاحبتي روان انهارت معاها، تقول لي الله يخليكي خلاص اسكتي وما ادري ايش، وقاموا بكيوا وبكاء على بكاء. انا ما عرفت اهدي مين، عرفتوا؟ اقول لهم يا بنات ايش فيكم، خلاص اهدئوا.
صدقوني ما في كاميرات. انا لسه صاملة ومصرة على انه ما في كاميرات، وهم كل شوي يقولوا لي انت ايش تبي اكثر من كذا؟ الابلة راحت تجيب سجلات الكاميرا، انت ايش تبغي اكثر من كذا؟ اقول لهم صدقوني ما في، صدقوني انتوا انه ما في كاميرات، وراحت ممكن تجيب شاهد او تجيب احد شافنا او تجيب احد اللي قال لها القصة، بس صدقوني انه ما في كاميرات، ما حتجيب سجلات. انا قاعدة اقول لهم ده الكلام وانا ما قاعد اقنع نفسي، انا احس انه فعلا راحت تجيب سجلات حق الكاميرا، بس قاعد اقول كذا عشان اهدي الوضع شوية والطف، بس ما لطفت شيء ولا شيء. البنات منهارين بكيا وقاعد يبكوا ويبكوا ويبكوا، والباب مفتوح شوي، وخالتي لسه هناك تأشرنا من بعيد انه ايش السالفة. بنتها كل شوية تقول لها لا تجي لا تجي، خايفة تسمع الموضوع. ايش صار؟ تقريبا انتظرنا حوالي نص ساعة هناك. جت الأبلة ودخلت الفصل وقفلت، رجعت قفلت الباب وقالت اسمعوا، أنا بعد شوية حشغل لكم السجلات، بس قبل لا أشغل أتكلموا. أنا هنا تأكدت، قلت يعني إذا من جد كانت حتجيب السجلات وكانت حتشغل السجلات كانت قالت لنا قوموا أوريكم السجلات، يعني ما رجعت كده بدون شيء وتقول لنا يلا أتكلم، بس تبى تسحب مننا كلام. فأنا قلت لها ما في شيء يا أبلة، اللي صار اللي أنا قلت لك عليه وفقط. قالت يعني كده؟ قلنا لها إيه كده، والبنات بكيوا منهارين. قعدنا هناك حوالي ساعة ممكن وهي تحاول تسحب مننا الكلام، واحنا مصرين على انه الكلام اللي انا قلته هذا اللي صار وبس. فبعدين ايش صار؟ صاحبتي سارة راحت نادت اختها اللي هي تقريبا كانت صف رابع ابتدائي او ثالث، هي كانت اختها الكبيرة، جت كفزة على اختها عشان ترجي الأبلة انه اختي ما سوت شيء وطلعيها فصلها وهي ما لها ذنب وما اعرف ايش. فالأبلة قامت، قصدي صاحبتي سارة قامت تترجى في الأبلة. والله يخلي اتذكرت جملة قالتها يا اخوان، هل عادي اقولها ولا لا؟ تخيلوا انها قالت يا أبلة الله يخليكي ان شاء الله انا ما ادخل الجنة انت تدخلي، انك تطلعيني الفصل. انا هنا ما تحملت، مسكت كذا راسي قلت الله اكبر، هذه ايش جالسة تخبص؟ قلت لها ايش بك سارة؟ هي اهدئي. قلت لها ليه قاعد توصل لي كذا؟ شادتها مرة ايش بك؟ قلت لها بشويش ايش ده الكلام اللي جالسة تقوليه؟ قلت ده عشان يطلعوكي فوق، يعني اقصى شيء ايش ممكن بيسووا؟ هل بيفصلوكي؟ خليه يفصلوكي، بس ليه كذا قاعد تقولي؟ اوكي هي من حقها لانها خايفة يا جماعة، خايفة مرة، انا من حقها ما لومتها وقتها، بس انصدمت من الكلام. لان انا وصاحبتي روان طالعة في بعض كذا نقول لها هذه ايش بقى صعدت الموضوع كذا. فاختها جالسة ترجي في الأبلة الله يخليكم ما اعرف ايش وكذا. فالأبلة قالت شوفي انا انتي بطلعك الفصل، بس خليكي قاعدة هنا معانا لانه انا بجيب احد شاف الموضوع وينزل ويتكلم. فجلست سارة مكانها قالت شكرا يا أبلة الله يخليكم انتي ايش. وجلست انا اقول لها سارة ايش بك كذا بشويش، قاعدة اقول لها ايش بك؟ تقول لي اسكتي حسبي الله عليك انتي ودمك البارد. فأنا وقتها خلاص يا جماعة، أنا وقتها قفلت معايا، قمت كذا قلت لها يا أبلة تبين الصراحة؟ أنا بقول لك كل الصراحة، بنادي شخص كان معانا وقتها. تتذكروا في الجزء الأول قلت لكم في شخصية رابعة جت على نهاية القصة؟ فعلا احنا كنا 3 بنات بس الوحدة دخلت بالقصة بالنهاية، بعدين هقول لكم إن شاء الله. أنا قلت لها راح أقول لك القصة يا أبلة، بس بجيب الشخص الرابع اللي شافنا وأجي. قالت لي أوكي مين الشخص هذا؟ قلت لها أنا بطلع الفصل أجيبها. قالت لي لا إيش أنت تبي تهربي تطلعي الفصل؟ قالت لي لا قولي لنا اسم الطالبة إحنا بنروح ناديها. قلت لها أوكي. فلانة الفلانة شافتنا لما دخلنا الفصل وشافتنا إيش سوينا ولما خرجنا إيش كان معانا، نادوها هي تقول لكم كل حاجة. فعلا راحوا نادوها، طلعت فينا كذا شافتنا نبكي، شافت سارة تبكي ومنهار. البنت خافت مع ان هي ما شاء الله يعني ما تخاف من شيء وواثقة من نفسها انه ما سوت شيء، هي ما كانت معانا اصلا. فجت كذا طلعت فينا كذا قالت ايش بكم بنات وش بك كذا، انصدمت البنت. فقلت لها اسمعي اتكلمي عن الشيء اللي شفتيه امس، قولي لهم ايش صار وخلاص. فعلا هي اصلا ما شافتنا يا اخوان، هي شافتنا لما احنا دخلنا الفصل. شفتوا يوم قلت لكم انه الأبلة اللي نزلت من فوق من عند المسرح وقالت لنا ايش قاعد تسوي هنا وصرفناها وما اعرف ايش، وقلنا لها سالفة اخوها اللي يدرس في التمهيدي. فلما راحت ما قلت لكم رجعنا للفصل الثاني، هي هنا شافتنا هذه البنت، شافتنا وقالت لنا ايش قاعد تسوي ما ايش، قلنا لها لا ما في شيء روحي.
قالت إيش قاعد تدخل بنات الله وكذا. دخلت معنا الفصل، طلعت شوية وراحت، ورجعت ثاني شافتنا واحنا خرجنا من الفصل. فاوريدي احنا ايش، احنا اوريدي كنا حاطين الاغراض بالشنطة، فهي ما شافت انه احنا اخذنا شيء. فهي قالت لهم الموضوع هذا كامل، فصدقوها وقالوا لها خلاص روحي اطلعي الفصل. انا قالوا لي يلا اتكلمي قولي لنا الحقائق كلها. انا فعلا قلت لهم من لا إله، تخيلوا، لانه ليش يا جماعة قفلت معايا، احنا وصلنا يمكن نزلنا في الحصة الثانية او الثالثة، خلاص احنا الكل بينصرف، الكل بيروح بيته واحنا لسه قاعدين في غرفة الإدارة، يعني ما في حل ولا شيء. انا خلاص قفلت معايا وقلت لهم كل الحقائق، قلت لها ده اللي صار ده اللي صار ده اللي صار. قلت لها انه فتحنا الشبابيك وصرخنا، فتحنا الشباك ونطالع في الشارع ونصرخ، قعدنا نلعب بالسبورة، قعدنا نفتش الأغراض اللي بالدرج، أخذنا النظارات والسلايم والصلصال. قلت لها كل شيء. قالت ليش سويتوا كذا؟ قلت لها ايش نسوي، خلاص حبينا نسرق الأغراض وسرقناها. في وقت أنا قاعدة أتكلم فيه جت الخالة اللي هي أم روان طالعت فينا، قالت بنات ايش بكم؟ البنات ليه قاعد يبكوا؟ بسم الله سلامات ايش صاير وكذا. قالوا لها لا في موضوع. ما تخيلوا ما قالوا لها، تخيلوا انه ابدا ما قالوا خرجت، لا اتوقع انه قالوا لها، الا قالوا لها انه بنتك سوت كذا، بس ما قالوا انها سرقت، قالوا انها دخلت فصل تمهيدي وفتشت. حتى اتذكر والله اتذكرت، حتى اتذكر لما خرجت قالت خلاص انا اوريها هذه، انا بتفاهم معاها بالبيت وكذا. قالوا لها خلاص احنا حنتفاهم معاها، انت الله يعطيك العافيه تقدري تطلعي. وطلعت قبل ما تطلع سوت لبنتها كذا، يعني قصدها انا اوريكي لما ترجع البيت. صاحبتي انهارت هنا، انهارت وزاد عليها الخوف، كانت طالعني كذا تقول صباح شفت اللي سويناه كل هذا ايش سبب مدري ايش. انا اقول لها يا حبيبي خلاص طب ايش نسوي، يعني احنا كل اللي كان في بالنا انه نسرق الاغراض هذه ونرجعها ثاني يوم بدون ما حدا يدري، بس ما ندري كيف الموضوع هذا كله طلع. فانا خلاص قلت لهم كل حاجه، كل اللي صار قلت لهم صار كيت وكيت وكيت، وقالوا لنا ليه سويتوا كذا، وقلنا لهم سوينا كذا لانه حبينا نسوي، يعني حبينا نسرق الاشياء هذه، بس احنا كنا نلعب فيهم والله العظيم بنرجعهم اليوم الثاني، يعني ما حنسرقهم انه خلاص ما حنرجعهم، لا بنلعب فيهم يوم ونرجعهم. فطالعوا فينا كذا قالوا لنا الحين ايش تسوي فيكم، افصلكم ولا لا؟ قامت صاحبتي سارة انهارت، قالوا لا خلاص انتي مالك علاقة بالموضوع من البداية، خلاص تقدروا تطلعوا بفصولكم ويا ويلكم قالنا تعيدوا الشيء هذا. وطلعنا، انا اول ما طلعنا قلت لهم بنات شفتوا انا قلت لكم انه ما حيصير شيء، ما حيصير حاجة، وانا كنت متأكدة انه اساسا حتى لو صار شيء او حتى لو وقفوا بالموضوع انه الموضوع هذا كان بينحل، يعني ما كان حيوصل لمكان كبير. فالحمد لله يا جماعة الموضوع اتقفل واحنا اخذنا درسنا وما سرقنا. اساسا يا جماعة احنا ما كنا بنات زي كذا، عرفتوا، يعني ما كنا بنات نسرق وكذا ابدا، يعني حتى احنا كنا خايفين على سمعتنا اكثر شيء، يعني صاحبتي كانت خايفة على سمعتي وسمعتها وسمعة امها بالمدرسة، لانه احنا كنا معروفين بالبنتين المتميزين، دائما مثلا نكون بنات نظام، دائما مثلا شفتوا احنا كنا صف ثاني ابتدائي، دائما كانوا يقولوا لنا طالبات الثاني ابتدائي، طالبات فصل الثاني ابتدائي، مرة كنا يعرفونا بالمدرسة انه احنا بنات شطار متميزين وإلى فسمعتنا كانت طيبة بالمدرسة يعني، فكنا خايفين على سمعتنا لا تصير عكس اللي احنا الناس عرفونا فيه. فالحمد لله الموضوع اتقفل وعرفوا حقيقة الموضوع، وانا تكلمت عن الحقيقة كلها بعد ما ايش يعني، فبس والله اتقفل الموضوع. رجعنا فصولنا اليوم الثاني، ايش تتوقعوا صار؟ رجعنا الاشياء زي ما هي، وديناها طبعا غرفة الإدارة وقلنا لها هذه الأغراض يا أبلة وتفضلي ومعليش واعتذرنا وخرجنا. إيش صار؟ بعد ما خلص اليوم الثاني تخيلوا إنه أنا وأمي رحنا زرنا بيت صاحبتي روان وأمها، إحنا كنا صحبات أصلا، وأمي وأمها صحبات يعرفوا بعض فكنا نزور بعض. فرحنا بيتهم، أمها قاعد طالع فيني كده تقول لي كده أنا أوريكي أعلم أمك، أقول لها لا تكفى يا خالد تعلميها وما أعرف إيش وكده. قالت لي طيب خلاص. أمي للآن ما تدري عن الموضوع الحمد لله، ما حد يدري، بس أنتوا الحين تدروا إن شاء الله ما يتابعوا ويعرفوا. المهم خلص وقاعد كذا يطالعوني أخوات صاحبتي كذا من ورا يقولوا لي أمك درت، أقول لهم لا ما درت.
فبس والله خلص الموضوع كذا هنا واتقفل تماما وانتهى الحمد لله. لا خالتي ام روان خرب شغلها، ولا احنا انفصلنا، ولا سارة صاحبتنا المسكينة اللي انهارت حرفيا ما انفصلت. الحمد لله عدى كل الموضوع على خير. وبس يا اخوان كده نكون وصلنا لنهاية القصة. طبعا انتبهوا لحد يسرق، اساسا احس السوالف هذه قديمة شوية، حق اللي اروح بقالة مثلا اشوف شيء يعجبني واقوم اسرقه. طبعا السرقة حرام، اول حاجة ما ينفع ابدا انكم تسرقوا، وتاني حاجة يوم انت تكون طفل تصير يعني فهمتوا انه ما تفكر لبعدين ممكن ايش يصير، او ما تفكر من ناحية الدين انه هذا حرام ومش حرام، فتسرقوا كذا بس انت تبي بس تتجمعي مع الشيء هذا اللي حبيتيه وسرقتيه. بس انتبهوا طبعا لا حد يسرق. وبس والله اكتبوا لي تحت بالتعليقات يا جماعة كذا افكار اصور مقاطع وكذا. فبس والله اشتركوا بالقناة وحطوا لايك وتابعوني على تيك توك وانستا، تلقوا حساباتي تحت بالوصف. وبس احبكم مرة، القلوب هذه كله لكم. باي.